كل شويه طالع لك قسط، فاتوره، مصاريف من حيث لا تعلم. طب ليه تسيب نفسك في الضغط ده؟ ده الوقت اللي تجري فيه على صناديق الادخار، وفكرتها ببساطه ان فلوسك بتتجمع مع فلوس ناس تانية، والصندوق بيستثمرها في حاجات امنه زي السندات الحكوميه او ادوات الدخل الثابت، وهتلاقيها في بنك مصر والبركه وسي اي بي وغيرهم. طب ايه الفرق بينها وبين الشهاده البنكيه؟ الشهاده كانك حاطط فلوسك في خزنه مش هتقدر تلمسها غير بعد سنين، انما الصندوق الادخاري فلوسك تحت ايدك وقت ما تحتاجها من غير غرامات. الميزه في صناديق الادخار 4 حاجات: استقرار اعلى من الاسهم، ودخل ثابت ومتوقع، وسيوله يعني تبيع وتشتري بسهوله. العيب بقى عوائد اقل من الاسهم لكن المخاطره كمان اقل. طيب مين ينفع يستثمر فيها؟ اللي عايز يعمل صندوق طوارئ، واللي عنده اهداف قصيره زي بيت او سفر، واللي بيخاف من المخاطر. طب امتى احسن وقت للاستثمار في الصناديق الادخاريه؟ احسن وقت بعد اي تخفيض في قيمه العمله، لان قبل التخفيض البنوك بتغريك بعوائد ضخمه في الشهادات 18% او حتى 27%، بس للاسف العوائد دي بياكلها التضخم. لكن بعد التخفيض لما العمله تستقر وترجع العملات الاجنبيه تدخل البلد، الصناديق الادخاريه بتديك نفس العائد بتاعت الشهادات. في مصر دلوقتي البنك المركزي خفض الفايده بحوالي 2%، يعني الشهادات البنكيه بقت اقل جاذبيه شويه. هنا صناديق الادخار بتبقى خيار اذكى، عائد ثابت، مرونه في السحب، وتنويع يحمي فلوسك من تقلبات السوق. وفي النهايه ابحث وقرر حسب احتياجاتك، وقول لنا اتشجعت لفكره صناديق الادخار ولا لسه.